ازيكم؟ جينا بعد الهنا بسنه، والنهارده هنتكلم عن الايفون 17 برو ماكس او السلسله عموما بشكل عام، وعايزين نعرف الايفون 17 برو ماكس هل فعلا يستحق ان انت تابجريد ليه، ولا هو تليفون زي كل تليفونات ابل كل سنه بنقول هل تستحق الابجريد ولا لا؟ لان احنا كل سنه في نفس الموال ونفس السيركل، وفي الاخر التليفون بيحقق مبيعات عظيمه. بس السنه دي في كام حاجه انا مش متفائل بيها، وحاسس انها ممكن تدمر تجربه الاستخدام بتاعتك لو انت واحد بتستخدم ايفون. اول حاجه، ابل قدمت لنا 4 تليفونات زي كل سنه في الطبيعي، بس في واحد اختفى ونزل مكانه واحد جديد. وانا شايف ان الابجريد ده بصراحه منطقي، لان فعلا التليفون البلس من ابل ما كانش بيتباع او ما كانش ليه سوق. يعني الناس اللي كانت بتشتري مثلا الايفون اللي هو الرقم العادي، اللي هو مثلا سواء 17 14 15 اللي هو العادي، كانوا بيشتروه الاسباب، لان ده يعتبر التليفون الاقتصادي من الفئه، فكان ليه ناس بتحبه. والبرو اللي بيشتريه عشان بيحب التليفون اللي بيبقى كومباكت في ايده وحجمه صغير. والبرو ماكس ده الفلاج شيب وده السيجنتشر بتاع الشركه، فكان برضو مفهوم الناس بتشتري ليه. الجهاز الوحيد اللي كان كده زي اللقمه في الزور، لا هو برو ولا هو عادي ولا هو برو ماكس، انت مش فاهم هو يعني وجوده في السلسله قايم على اساس ايه. يعني انت لو مثلا جيت بصيت لسامسونج هتلاقي عندها مثلا اس 25 بلس عادي، ما عندهمش جهاز رابع لانه هو فعلا ملوش لازمه، في جهاز ملوش لازمه. فاللي سقط من الليسته ودخل مكانه ضيف جديد وهو ال 17 بلس، اختفى من عندنا وبقى نازل مكانه ال 17 اير. طب هترجع تسال ال 17 اير ده ايه مميزاته، او هو بيعمل ايه، او هيديني ايه مثلا البلس ما كانش بيديهولي؟ اولا، الاير متارجت الناس اللي بتحب التصميم الرفيع، التليفون يبقى رفيع معاه وخفيف، لان التليفون جاي بسمك رهيب زي ما كلنا عارفين. بس انا كحازم مش مقتنع، مش شايف ان السمك هو نقطة قوة اقدر اشتري بيها تليفون او ما اشتريهوش. دي برضو راجعة للذوقيات. بس نيجي تاني هتلاقي ان هم استغنوا عن كل الكاميرات اللي بتيجي في الجهاز، وسابوا كاميرا واحدة هي الكاميرا الاساسية، هي دي اللي هيعتمد عليها في كل المودز بتاعت الجهاز. فدي برضو حاجة تعيب الاير بشكل واضح وصريح. نضيف على ده حجم البطارية الصغير جدا اللي هيبقى موجود في الاير، وبرضو دي حاجة مش في صالح التليفون. وانا شايف ان كتوتال باكج الاير ما بيقدمش حاجة يعني ثورية، بل بالعكس. حتى لو هنقول التصميم، لا التصميم شكله ايفون عادي. حتى اللي هيشوفك من الظهر، في ناس كتير قوي كلنا عارفين ان اغلب مستخدمين ايفون بيحبوا الايفون عشان شكله. فانت حتى هنا مش واخد شكل مميز، انت واخد شكل عادي، شكل بيزك، تليفون بكاميرا واحده من ابل، يعني ممكن يكون اف اي اساسا. بس ده الايفون 17 اير حبيت ابتدي بيه عشان ده الجديد. هل في اختلاف؟ هل التليفون ده هيقدم لك حاجه بقى اخواته مش هيقدموها؟ هي حاجه واحده بس، وهي السمك الرفيع جدا. غير كده الجهاز الحقيقه كله تنازلات. نروح وننقل للاخ الصغير في العيله وهو الايفون 17 العادي، وده يعتبر انا بالنسبه لي لو هتسالني في سلسله الايفون 17 كلها ايه اكتر تليفون متحمس ليه او شايف ان ده التليفون اللي هيشيل الرايه، وهو الايفون 17 العادي. لان هو اخيرا ابل قررت ان البروموشن ده حق مكتسب لكل الايفونات بتاعتها، مش لسلسله البرو والبرو ماكس بس. ودي ميزه كانت الناس كلها مستنياها، وهتفرق كتير جدا، والايفون 17 هيحقق مبيعات خرافيه بسبب الميزه دي. بس نيجي نبص كتوتال باكج، هل في ابجريد عن الايفون 16؟ نهائي. شويه الوان جديده حطيناها وزودنا البروموشن، اقفل التليفون خلاص ودي. فما فيش برضو اي ابجريد بينه وبين الايفون 16، بس هي نقطه البروموشن دي اقوى حاجه ممكن تقول انها انا خدت ابجريد. وهنا معنى ابجريد ان هو التليفون مش كوبي بيست، اكيد في حاجات جوه متحدثه، يعني البروسيسور متحدث، البطاريه حجمها متحدث، كل الحاجات دي بتبقى متحدثه. بس المقصد هنا من كلامي ان انا ما خدتش ابجريد حقيقي ملموس هحس بيه في تجربتي اليوميه من كلامي، عشان ما حدش مثلا يكتب لي في كومنت او كده ان لا انت فاهم غلط، او انت مش فاهم، او انت في حاجات ناقصاك. انا فاهم ان اكيد التليفون للتليفون في ابجريد بيحصل كل سنه، بس ده ابجريد البيزك ده بتاع كل سنه. بس هنا المقصد من كلامي ابجريد اول ما هتمسك التليفون هتحس بتاثيره على طول. هي دي النقطه اللي انا بتكلم منها، او مقصد كلامي رايح ليها. المهم نيجي بقى للاخين اللي شبه بعض بالظبط باختلاف الحجم. الايفون 17 برو
والايفون 17 برو ماكس. ايه اللي جد وايه اللي هتاخده مش موجود في الايفون 16. انا شايف ان انت هتاخد خامات اقل وتصميم مختلف. بس هل التصميم المختلف ده تصميم ثوري؟ يعني هل التصميم في حاجه خليك تقول الله التصميم ده لا في قبله ولا في بعده؟ لا طبعا، لا طبعا. ده كفايه لون الهيرو. ازاي انا امسك تليفون لونه برتقاني والمشكله ان التليفون ده هينتشر واللون ده هينتشر؟ ازاي انا امسك تليفون لونه برتقاني؟ دي حاجه غريبه جدا. اذواق وكل حاجه والله يا جماعه، بس يعني ده مش لون. والمشكله مش هنا، المشكله ان انت ماسك برضه تليفون. يعني هو انا شاكك واشك وازعم ان ابل قصده اللون ده عشان يبقى فاقع قوي فيبقى باين ان ده الايفون 17، اللي هو انت مفيش تليفون في الدنيا لونه برتقاني. فدي يعني لو شركه صينيه عملت كده كانت الناس ضحكت عليها حرفيا. هي عشان ابل بس الموضوع عدى. بس المهم ده بالنسبه للون. نيجي للتصميم. انا استغربت بصراحه لان انا اشوف ان احنا نرجع للالومنيوم ده داون جريد رهيب. ده داون جريد مرعب. الناس كلها بتشتكي على النت وجايبه صور وجايبه حاجات بتقول ان الالومنيوم ما بيستحملش. احنا كده رجعنا للايفون 7. دي حاجه غريبه انا برضو مش فاهمها. احنا ليه نعمل كده؟ يعني احنا كنا الاول ستانلس، خلصنا الستانلس طلعنا تيتانيوم. طب التيتانيوم المفروض يا اما افضل ثابت عليه يا اما اطلع اشوف معدن جديد احسن، اشوف توليفه جديده. لكن انا نزلت درجتين، انا رجعت لورا. مش قادر افهم برضو دي قايمه على ايه او على اي اساس ابل فكرت انها تعمل التصميم ده. وخصوصا برضو حته ان انت عامل برضو الظهر فيه قطع ازاز عشان التوصيلات وعشان الماك سيف وعشان الشحن الوايرلس والحاجات دي كلها. طيب يعني ليه ندمج بالشكل ده؟ ما احنا كنا ممكن نعمل حاجه بسيطه زي ما كنت بتعمل كل سنه وما كانش حد هيشتكي للامانه يعني. بس خلينا نشوف هنوصل لايه. هل مثلا الناس اللي بتقول ان التليفونات بتقشر وكده دي دعايه سلبيه؟ مش عارفين. او ممكن تكون حمله ممنهجه مثلا من شركه ما، فمش عارفين. هنشوف كل حاجه. بس انا شايف ان التليفون ما قدمش جديد. اه ماشي، عدسه التليفوتو ال 8 اكس الجديده دي بصراحه اضافه قويه، بس قويه للناس اللي بتصور او لحد كونتنت كريتور شغلته كلها قايمه على التليفون. بصراحه ميزه حلوه جدا ما اقدرش اقول عليها اي كلام. لكن هنيجي نبص لباقي الجهاز برضه مفيش ابجريد حقيقي. يعني انت غيرت السوفت وير، نزلت الاي او اس 26، عملت لي شويه انيميشنز لذيذه. طيب انا عايز بقى اخد حاجه اجدد، حاجه احس ان انا نقلت من جهاز لجهاز. انت كده من الاخر بتقول للمستخدمين الايفون 15 والايفون 16 خليكم زي ما انتم، ما تغيروش للايفون 17 الا لو انت عايز تاخد نافذه الكاميرات الجديده اللي انا شايفها بصراحه ما فيهاش اي ابداع. انت خليتها بالعرض بس شدتها شويه بالعرض، ما خدتش اي اوبشنز فيها حتى زياده، او زودت لي كاميرا مثلا او استخدمتها زي ما شاومي في الفيديو اللي احنا نزلناه الشورتس قلنا استخدمتها. وللمعلومه شاومي ما قلدتش ابل في الموضوع ده. شاومي كان ليها السبق انها اول واحده تعمل المربع ده بشاشه خلفيه صغيره. لو تخشوا تشوفوا الموضوع ده كان غالبا في الشاومي 11 لو انا فاكر بالظبط. الموضوع اوريدي موجود عند شاومي من زمان، بس انا ما فهمتش ابل عملت كده ليه او ليه خدت التصميم ده. برضو قريب من تصميمات جوجل بيكسل، بس جوجل بيكسل على الاقل يعني حاطط الكاميرات في النص فليه لازمه يعني. بس نتكلم طبعا عن حجره التبريد اللي كبروها. وحجره التبريد دي مهمه جدا لان كل الايفونات بتسخن. لسه برضو ما حدش عمل جيمنج تيست تقيل او حد ضغط على التليفون جامد عشان نعرف درجه حرارته بقت توصل لكام. لسه الموضوع في الاول، هنشوف ونعرف قريب قوي كل حاجه. دي ابرز الحاجات طبعا اكيد. ده غير كمان ان ابل لغت الخط الفيزيكال من جميع اصداراتها ما عدا كام كده دوله لسه موجودين. يعني انت لو جالك تليفون فيه خط اتاكد ان ده رايح دوله بعيده عنك، لان كل الدول اللي احنا بنستورد منها ايفونات، الامارات ودول الخليج، كلهم جاي لهم نسخه الاي سيم، محدش جاي له نسخه السيم الفيزيكال. فدي هنشوف وهنعرف ايه اللي هيتم فيها برضه. والغريب ان ابل قررت ان النسخه اللي ما فيهاش سيم بطاريتها تكبر. طب يا جماعه يعني برضه يعني انت تخيل انت مثلا تبقى ماسك تليفون هو التليفون بس ده بطاريته اكبر عشان ده فيه سيم وده ما فيهوش اي سيم. حسيت الموضوع عشوائي، حسيت الموضوع ما كانش يعني. كانت ابل عايزه تستنى شويه قبل ما تطلق التليفون ده. مش عارف الحقيقه. بس خلينا نرجع ونقول ان بصراحه ابل كده كده كل سنه ما بتاخدش منها ابجريد تحس ان انت يستاهل ان انت تعمل مش ابجريد. حتى لو انت معاك 15، لو انت معاك 14، فيعني انت بتتكلم ان ال 15 دخل مدخل تايب سي، بتتكلم في 16 كبر حجم الشاشه، بتتكلم في 17 غير شكل الكاميرا، السنه الجايه
مش عارفين ممكن ينقطونا بايه ابل معاهم. بس كده، دي كانت كده دردشه بسيطه يعني. لو انت مستخدم لابل او شركه اندرويد، قول لنا ايه هو نوع تليفونك، ولو جربت الاي او اس وجربت الاندرويد قول لنا انهي احسن، وقول لنا ايه اللي متعك في التجربه بتاعته. وبس كده، كان معاكم حازم تيك فيو. ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.